ظهرت جرائم جديدة في المجتمع المصري بعيدة عن عاداتنا وتقاليدنا اللي عشنا عليها أكتر من مئات السنين، زي جريمة الحبيب والحبيبة، إن الحبيب يتخلص من حبيبته عشان مش قادر يبعد عنها، محمد عادل ونيرة، وجريمة العشيق والعشيقة، لما العشيقة تتخلص من جوزها وأولادها عشان تعيش مع عشيقها طول العمر، وجريمة تجر جريمة وزي ما يكون سلسال ما بيخلص، نفس الدوافع ونفس الأسباب ومفيش حد بيتعلم بسبب الجرائم. جريمتنا النهاردة اللي هنتكلم عليها من بورسعيد، عاملة في الأربعينات شغالة في مستشفى بور فؤاد، بنتها عزمت إن تتخلص منها، اتفقت هي وصاحبتها إنه يجولها البيت وهي لوحدها، وهجموا عليها وحاولوا يقتلوها، والأم تستغيث من بنتها تسيبها حتى تتشاهد، وبعد ما اتشاهدت 3 مرات صاحبتها ضربتها ضربة أدت بحياتها كلها، وعشان يتأكدوا إنها ماتت سخنوا مية في الكتل ودلقوها عليها، حطوها في شوال ورموها، وبعد ما لقوها أهل بورسعيد بلغوا الشرطة، وبعد ما حصل تحريات اكتشفوا إن البنت لها يد في قتل أمها، وتم القبض على البنت وصاحبتها. هل إحنا وصلنا لمرحلة من مراحل المجتمع إن قساوة القلب إن الدم يبقى مية؟ للأسف يا عزيزي المشاهد، مع الحوادث اللي بتحصل آه